بصراحة ملكوش غير الأهلي. تصريح خطير من طارق مصطفى يفضح فيه الحكم محمد عادل بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي، ويفضح الزمالك وينتصر للبنك الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا من جانب الحكم محمد عادل، فقد صرح طارق مصطفى وأدلى بتصريحات مباشرة بعد انتهاء هذا المباراة، وقال: أول مرة في حياتي أتعرض لظلم تحكيمي مثل ما حدث اليوم، فالكل شاهد الحكم محمد عادل وهو بيظلم البنك الأهلي ظلم باين، وبصراحة أول مرة أخرج عن شعوري وأحتج على التحكيم، ولكن أنا لم أخرج عن النص، وفي المقابل طردني محمد عادل دون أن أفعل أي شيء اتجاهه. أما الأمر الذي يتعلق بمدرب الزمالك جوميز الذي ضرب الحكم الرابع قبل ذلك فلم يطرد ولا أحد يعاقبه بعد أن ضرب الحكم، فأين العدل؟ فدائما الحكام بصراحة تجامل نادي الزمالك، وخاصة في الآونة الأخيرة، وكلنا شاهدنا ضربة الجزاء الظالمة الذي احتسبها الفار ومحمد عادل لصالح الزمالك، سجلوا منها هدف الفوز عن طريق عبد الله السعيد، فالكل شاهد ناصر ماهر وهو يتعدى على مدافع البنك الأهلي، وبعد ذلك الحكم يحتسبها ضربة جزاء. وبصراحة الزمالك لا يستحق الفوز في هذا المباراة، وإذا كان الزمالك فاز علينا فهو فاز علينا بفضل التحكيم الظالم. وبندهش صراحة أن الإعلام الزملكاوي دائما يتهم النادي الأهلي ويقول أن الحكام تجامل النادي الأهلي، وأحب أقول لهم: شاهدوا فريقكم الأول الذي أصبح يفوز بالتحكيم وخاصة في الدوري المصري، وعندما يخرج إلى أفريقيا فيتعرض للهزائم من أضعف الفرق الأفريقية. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.